بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مكملين في التقاليد تاع الجزائر ولا في رمضان. كاين هاد التقاليد اللي مازالها لليوم، مازال الناس يديروها، وكاين اللي راحت ما بقاتش، يعني ما عادتش هاد كاينه، ما عادتش كاينه التقاليد. واش من بين التقاليد اللي كانت في الجزائر، وكي نهضر على الجزائر اللي عندي معلومات على الجزائر بصفه عامه نقولها، اللي ما عنديش نقول لكم كيفاش انا عشتها، كيفاش انا عشتها. من بين التقاليد واش كنا نوجدوا للسهره. انا كنت هضرت في العام اللي فات على رمضان، واش كنا نطيبوا، واش كان نحطوا. دوكا ديك نهضر على واش نديروا في السهره، واش نوجدوا للسهره. واش كنا نوجدوا للسهره. كنا النساء في الدار واش كانوا يديروا اول قبل رمضان، كنا نديروا الصامصه، كنا نوجدوا الصامصه نحطوها في السهرات تاع رمضان. الحاجه الثانيه اللي كنا نديروها في الديار، القطايف كنا نطيبوا القطايف في الديار. كانت يما الله يرحمها طيب، وانا كنت نشوفها، انا نهضر على روحي، وحنا كامله في الدار كنا نشوفوها وكنا نعاونوها وكنا نخدموا معاها. كنا نطيبوا القطايف في الدار، والقطايف باللوز، والقطايف كانوا في المقله بالسمن، القطايف في الدار. والقطايف شوف كاين بزاف اللي نسمعهم في التلفزيونات، يا سبحان الله، يفضلوا تاع دول اخرى على تاعنا. قالت لها القطايف تاع الدوله الفلانيه خير من تاع الجزائر. هيهات هيهات هيهات. القطايف اللي يتباعوا في الروتشار في الجزائر في ساحه شهداء 1100 مره بنان من هادو القطايف اللي يتباعوا تاع البلاد الفلاني ولا العلاني. 1100 مره بنان خير منهم. المهم كنا نديروا هذوك القطايف اللي كانوا يتباعوا تاع الديار، يعني اللي يتخدموا في الديار، ماشي تاع المصانع وماشي تاع اللوزينات. قلت كنا نديروا القطايف في الدار. كنت واسمها الصامصه، القطايف كنا نخدموهم في الدار. كاين اللي كان يدير المقروط، كاين اللي كانوا يديروا المقروط المعسل يعني لرمضان. هادو الثلاثه هما اللي كانوا يتحطوا في الصحراء، هادو ينداروا في الديار، ما كناش نشروهم. اللهم القطايف حنا اللي كنا نديروهم في الديار يجوا مقرمشين، يعني لداخل تجي طريه، القطايف تجي لداخل طريه، وبصح من الفوق تجي مقرمشه، على جال كنا نعسلوها بالعسل. بصح كنا نشرو القطايف اللي نداروا في يتباعوا عند البولونجيه ولا عند المخبازات. هادوك القطايف يكونوا مشمخين على جال يتسقوهم بالشربات، الشربات ولا كاين يقول فيما بعد ولا يقولوا السيرو، يتسقاو بالشربات. قلت نشرو هاد القطايف. تاني كنا نشرو القلب اللوز ما كانش يندار في الديار، كانوا يندار في المخبازات ولا في البولونجي، وحنا نشروهم في رمضان. تاني كنا نشرو الزلابيه بانواعها، زلابيه تاع بوفاريك، زلابيه البنان، زلابيه هذيك الرقيقه الحمراء. المهم كاين انواع تاع زلابيات كنا نشروهم. واش كنا تاني نشرو في السهرات؟ كنا نشرو لي بابا تاني كانوا يتباعوا. لي بابا هي شغل عجينه، شغل تاع تشبع شويه المسكوتشو ولا الخبز الدار ولا المهم، ومن بعد تتشرب. هذه كنا تاني نشروها نسموها لي بابا. في السهره غالبا كنا نطيبوا لاتاي والقهوه. انا نهضر على نفسي، الشهر كامل تاع رمضان نديروا لاتاي، رغم انه العاصمه يعني مقارنه بمناطق الشرق ولا الغرب ولا الجنوب لاتاي ما يطيبوش كما يطيبوا اصحاب الجنوب ولا الغرب لا. ولكن في رمضان لازم لاتاي. قلت حنايا كنا في رمضان في السهره لازم نطيبوا لاتاي. وهاد المعسلات دائما تؤكل مع لاتاي، نجوزوها مع لاتاي. كنا تاني واش نحطوا في السهره؟ كنا نديروا واسمو هذاك الفلون كامل. الفلون مازال لحد الان، مازال اليوم مازال كاين الفلون المحلبي وكاين البالوزه. كاين الفرق بين المحلبي والبالوزه. المحلبي كان يندار بالروز، البالوزه كانت تندار وما زالت يعني لليوم تندار بنشا. كاين فرق بين المحلبي والبالوزه. البالوزه كيما دوكا ديك الجزائريين ما يعرفوهاش وما يعرفوش اسمها، بصح حبوا يجيبوا لنا حاجه جديده، المهلبيه. علاش نجيب حاجه تاع الناس وانا عندي ديالي خدها؟ علاش نسمي اسماء ماشي ديالي؟ علاش ما نقلدش الشيء؟ كاين الشيء، علاش؟ بركه علينا المهلبيه والبالوزه.
قلت هاد الاشياء هذه اللي كانت تندار في السهره. ومن بعد في الليل اغلبيه الجزائريين كانوا يسحروا ب المسفوف، ولا كاين اللي يقولوا له السفه. المسفوف كاين اللي يديروه بالزبيب، وبالك حتى مناطق واحده اخرى كانوا يديروا كما القبائل والله اعلم، بالك كانوا يديروا تاع هذيك الخضره تاع الجلبانه وكاع. المهم انا نعرف بلي كنا نسحروا بالمسفوف اللي هو الطعام بالزبيب واللبن ولا الرايب، الطعام واللبن ولا الرايب. هذه يعني جاب ربي هذا الشيء اللي كاين في السهره. كاين حاجه واحده اخرى تاني كانت من التقاليد الجزائريه، وهي الدربوكه. الدربوكه البنات في رمضان في السهره كان زمان النساء ما يروحوش يصلوا التراويح، كانوا الرجال يروحوا يصلوا التراويح اللي كانوا يصلوا هذاك الوقت، وكاين اللي كانوا يروحوا يقعدوا يسهروا في القهاوي. يعني الانسان يقول كيفاش كان الحال، كانوا يقعدوا الرجال كانوا ما يصلوش، يروحوا يقعدوا القهاوي. بصح دوكا الحمد لله اغلبيه الناس ولات تصلي ورجعت ربي الحمد لله، الرجال قاعدوا يروحوا يصلوا في التراويح. ومن بعد ما جات الصحوه ولاو حتى النساء يروحوا يصلوا التراويح. المهم قلت حنا البنات واش كنا نديروا في رمضان؟ كنا نطبلوا. قلت حنا البنات، كنت نشوف الكاميرا، حنا البنات واش كنا نديروا؟ كنا نطبلوا بالدربوكه. دربوكه نروحوا للسطاح ونطبلوا. هذه التطبال والغناء نطبلوا ونغنوا في الليل. في الليل رغم انه الناس تصلي في الجامع ورمضان، بصح حنا كنا نسهروا نطبلوا ونغنوا. هذه القضيه التطبال والغناء هي عندها علاقه بالشرع، عندها علاقه بالشرع. كيفاش عندها علاقه بالشرع؟ حبست قلت لكم التطبال والغناء عنده علاقه بالشرع، عنده علاقه بالشرع. النبي عليه الصلاه والسلام في العيد الصغير، المفروض في العيد الصغير يطبلوا ويغنوا، يعني دلاله على الفرح، دلاله على الفرح. النبي عليه الصلاه والسلام كان في بيته، وكانوا واحد البنات الصغار في العيد هذه، في العيد الصغير كانوا يطبلوا ويغنوا. ومن بعد دخل جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كي شافهم يطبلوا ويغنوا في بيت تاع الرسول عليه الصلاه والسلام. وهو كان شويه شديد، عمر بن الخطاب كان شويه متشدد في الدين ماشي على الدين، متشدد على الدين ماشي في الدين، يعني كاين فرق بين متشدد على الدين وفي الدين. كيف نهرهم كلمه نقولوها احنا في الجزائر، نهارهم يعني زقاع ليهم. بعد الرسول عليه الصلاه والسلام قال له خليهم هادو بنات صغار، وهذا العيد تاعهم راهم فرحانين، راهم يغنوا ويطبلوا. دوكا انا على حسب علمي يعني مادام حنا كنا نطبلوا ونغنوا في رمضان، معناتها الناس على بالكم كي جا الاستعمار الجزائريين شغل بداو يبعدوا الدين، ماشي بداو ما يعرفوش الدين تاعهم بزاف على جال الجهل والفقر وغير ذلك. بصح قعدت هذيك العاده اللي كانوا يطبلوا في رمضان في العيد، يعني بقات انتقلت لينا، بصح تبدل الوقت تاعها، ولات في السهرات تاع رمضان. وهي في الحقيقه ما لازمش تكون في السهرات تاع رمضان، السهرات تاع رمضان تكون تاع العباده والصلاه، بصح الغناء والطبيل يكون في العيد. المهم هذه من بين العادات والتقاليد اللي كنا حنا البنات في رمضان نديروها، كنا نطبلوا ونغنوا في السهرة تاع رمضان. كنا تاني نقعدوا في السطوحة نحكوا الحكايات، نديروا البقالات. يعني هذه تاني كانت من العادات والتقاليد في سهرات تاع رمضان، سهرات تاع رمضان. ان شاء الله ربي يجعل لنا الخير، ونقول لكم رمضانكم مبارك، تصوموه بالصحه والهنا، وربي يقدركم على قيامه وعلى صيامه وفعل الخيرات. نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويا من عاش.